السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كما راكم تشوفوا ما طولتش عليكم الغيبة. يعني وعدتكم وكنت عند الوعد نتاعي، ونتمنى نتوما تاني تدعموني كما قلت لكم في الفيديو السابق بالبارطاج ولي لايك ولي كومونتير، خصوصا لي بارطاج. اليوم جبت لكم وصفة مملحة رائعة، جد رائعة. بواحد العجينة ولا أروع، قطنية، تقدروا تستعملوها أكثر من نوع من المملحات. دوك معايا غير نقول لكم حبيباتي، نروحوا نشوفوا الفيديو وطريقة التحضير. هنا المرحله الاولى تاع هاد العجينه تاعي. عندي كاس تاع حليب، كما كتشوفوا الكاس الكبير يكون دافي. دائما المملحات هذه يعني يكونوا فيها الحليب حامي، سورتو كي تكون فيها خميره باش في الساعه تتفاعل لكم. وعندي ثاني مغرفه السكر ماشي معمره بيان، وعندي خميره الخبز ثاني، عندي مغرفه كبيره معمره بيان. حنا نديروهم هكا تحريكه خفيفه ونخليهم يتفاعلوا مع بعض مده 10 دقائق، ونجيو نكملوا العجينه تاعنا. بعد ما تفاعلوا هذوك المكونات الاولى مع بعض، هنا واش راني غادي نزيد لهم؟ غادي نزيد لهم بيضه. فوالا الصفار تاعها خليتها باش ندهن يعني من الفوق. عندي 2 مغارف تاع الزيت كبار، والملح والليمون بالفرينه. حتى نتحصلوا على عجينه طريه. هنا هي العجينه تاعي بعد ما لميتها. اش غادي نزيد لها؟ انا خليتها نصح العمل. غادي نزيد لها كما راكم تشوفوا قطعه تاع الدهان، زبده يعني تكون صغيره ماشي كبيره. فوالا ندخلوها فيها. هذه اللي غادي تعطينا واحد الطراوه رائعه. حتى نحسوا بلي هذيك الزبده تاعنا كامل دخلت، ونحبسوا ونخليوها تخمر. فوالا الزبده تاعي كامل دخلت، نردوها البول تاعي ونخليوها تخمر المره الثانيه، ونمشيو نوجدوا الحشو نتاعنا. الحشو تاعي انا واش راني غادي ندير؟ هنا عندي بصل ربيته، عندي فلفل خضر قطعته بتيدياني مر صغار، شو درت لهم شويه زيت شويه الملح، وغادي نديرهم يتقلاو بيا على النار. من بعد نزيد لهم يعني صدر دجاج مطحون والياشي. وليت هنايا الحشو يبقى لكم اختياري على حساب نتوما واش تبغيو. كل وحده دائما نقول لكم الحشو يبقى لكم اختياري، بصح هذا الحشو يجي بزاف بنين. فوالا هنا كي كنت دايره هذاك البصل تاعي والفلفل كما راكم تشوفوا يتقلاو. فوالا تقلاو ودبالوا لنا بيان. كما قلت لكم انا غادي نزيد له والياشي، يعني صدر دجاج مطحون ولا كفته تاع الدجاج. هنا لي زيبيس عاود يبقاو اختياري. هنا غادي نزيد لهم، انا هنا عندي شويه لي زيبيس تاع الدجاج وشويه فلفل كحل. قلاولي بيان. نزيد مرصوات تاع فرماج، ندخلهم في هذيك لاطاس باش لاطاس تاعنا ما تجيش ناشفه. هنا كما راكم تشوفوا خمرت لي العجينه، ندي كونتيتي منها. هنا عندي كما راكم تشوفوا بابي كويسون يعني ورق الطهي. نجيب العجينه تاعي ونحلها فوقها باش كي نرفدوها يقعد لكم الشكل تاعها مليح وما يتخصلكمش، وتساعدنا في الخدمه. العجينه تاعي هنا كانت عندي صوص طوماط، يعني صوص طماطم طايبه واجده. نديرها في القاعده.
فوالا كي درت صوصه الطماطم نجيبو هذيك لافارس نتاعنا اللي كنا خدمناها ونعاود نزيدوها. وهنا نزيد ثاني شويه جبن طاري، ومن بعد نزيدو لها شويه جبن مبشور. هذا الحشو دائما نقول لكم يبقى لكم اختياري. فوالا درك نروحو نبلعوها. جبت هذاك صفار البيض اللي ما استعملتهش في العجينه، درت معاه شويه الحليب وندهنوه في الاطراف باش نلصقوها. يعني انا خدمت غير في هذا النص، وهذا النص غادي نبلع به. اش قلت لكم نخدموا بابي كويسو باش تجيكم الخدمه سهله. فوالا نزيدو ثاني ندهنوها من الفوق. يعني انا هذيك الكميه تاع العجين اللي درتها وتاع لافارس خرجت لي زوج. نزيد عليها رشه تاع الجنجلان، اللي تبغي ثاني دير السانوج دير، انا ما راش متوفر عندي. فوالا نروحو نقطعوها. نحيوها في الفرن تاعنا يطيب. فوالا ها هي الفطيره تاعي بعد ما طابت، شوف شحال تجي طريه. شوفوا لي داك التفرميج. يعني قلت لكم تجي بزاف 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 طريه، واللاباط نتاعها هشيشه. يعني كي تجربوها والله ما راح تندموا. دائما نسينا نعطيكم الوصفات الخفاف الساهلين الناجحين، هذه ياكدوا لي عليها. فوالا دوك نروحو نشوفوا في طبق التقديم. حبيباتي وصلنا نهايه الفيديو. دوك نعلي على عندكم تهلاو في رواحكم بوصفه اخرى ان شاء الله.